بصوا، انا هقول لكم على الحقيقه. انا واحد مدمن. ايوه زي ما انت سمعت كده، بس برضه انت كمان مدمن، معظمنا مدمنين. ولكن الادمان اللي بتكلم عليه ده نوع مختلف شويه، وتقريبا عندنا كلنا، موجود عند الكبير والصغير كمان. الادمان اللي بتكلم عليه ده هو ادمان السوشيال ميديا، ودي حاجه ما تسرش الصراحه. ازيكم ويا اهلا بكم من جديد. معاكم كمال وحيد. وحشتوني جدا والله. عارف اني متاخر بقالي كتير جدا، ولكن كل تاخيره وفيها خيره. لو تلاحظ في الفتره الاخيره انا قافل السوشيال ميديا خالص علشان اعرف اطلع المنتج او الفيديو اللي بتتفرج عليه الوقت ده. وده كان سبب انقطاعي عن ان انزل فيديوهات او اشارككم شغلي او الكواليس او الحاجات اللي انا بنزلها على الانستجرام دي اللي انت اصلا مش عندي هناك. وكمان علشان حاجه مهمه جدا، بحضر سلسله فيديوهات جايه في الطريق بمناسبه 10000 مشترك على يوتيوب. بحبكم جدا والله. وزي ما شفت في عنوان الفيديو كده، هتكلم عن ادمان السوشيال ميديا بشكل عام. يمكن دي اول مره اتكلم في موضوع مختلف خالص عن مجال الجرافيك ديزاين، ولكن الموضوع فعلا مهم، هيفيدك جدا جدا وانا واثق من كده، لان انا جرافيك ديزاينر. فلما انقطعت عن السوشيال ميديا بدا ان انا يبقى عندي وقت فاضي كتير، بدات ان انا اركز في شغل اكتر. فدي حاجه يعني هي تبان ان هي بره الموضوع او بره المجال بتاعنا، ولكن هي هتفيدك فعلا في شغلك. فكان لازم اشارككم تجربتي، يمكن يكون الفيديو ده سبب في تنظيم يومك ووقتك ويساعدك على الانتاجيه بشكل اكبر. فمش عايزين نطول بقى في الكلام كتير كده، وكفايه المقدمه الطويله دي، ويفضلي دماغك خالص وحضر مشروبك اللذيذ، ويلا بينا نشوف موضوع الفيديو النهارده. اخر احصائيات لسنه 2023، في 59% من سكان العالم بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل يومي. فتخيل بقى معايا كده، في كم واحد مسحول جوه المنصات دي، وفي كم واحد وقته وعمره بيضيع جوه المنصات دي. طيب هو انا ليه اصلا قفلت السوشيال ميديا؟ بكل بساطه بسبب التشتت، ضيق الوقت، عدم الانجاز، والمود اللي مش كويس خالص الصراحه. من فتره بدات اراقب نفسي كويس جدا وكل حاجه بعملها في يوم، لاني حاسس دايما كده ان ما عنديش وقت، حاسس ان دماغي مشغوله بتفاهات وحاجات ملهاش اي علاقه بشغلي اساسا، وحاسس دايما ان انا مستعجل. ولقيت اني تقريبا بقعد من 5 ل7 ساعات على السوشيال ميديا، ودايما كده في تشتت، ومود بيتقلب في دقيقه، ودماغي فيها مليون حاجه. وده بقى بسبب انك في خلال دقايق بتشوف كميه احداث بتحصل ملهاش علاقه ببعض اصلا، اخبار حلوه واخبار وحشه، مشاكل ترندات، وده معرفش حصل له ايه، لا ده حق انجاز فلاني، لا ده مش عارف عمل ايه، وتبدا بقى انت دماغك دي تفرك. ده غير طبعا التفاهات اللي احنا بنشوفها، وانت فاهم قصدي كويس. عقلك هنا بيقول لك يا ابني ارحمني. كميه احداث ملهاش علاقه ببعض بتدخل جوه عقلك، بتخليك دايما مشتت ومستعجل، دايما عاوز تعمل اللي فلان عمله، عاوز تبقى زي فلان، وتبدا بقى تقارن نفسك بيهم. والمشكله الاكبر انك مش بتاخد بالك اصلا ان ده بيحصل غير لما تراقب نفسك. وللاسف الموبايل بقى هو المتحكم فيك وفي وقتك، مع ان المفروض اصلا يكون العكس. وهنا لازم نطرح سؤال: هو ايه السبب اللي بيخليك تفتح سوشيال ميديا لفترات طويلة ومن غير ما تاخد بالك كده؟ ايه لك اهو، واحدة واحدة بس، اصبر عليا كده. السبب في ده يا صديقي العزيز هو الالجوريثم او الخوارزميات كنت اتفرجت على فيلم سوشيال ديلاما، وانصحك انك تتفرج عليه علشان هتعرف من خلاله ازاي السوشيال ميديا بتشتغل وازاي بتأثر علينا. المهم، عرفت من الفيلم ده ان الالجوريزم او الخوارزميات هي السبب في انك تقضي فترات اطول على السوشيال ميديا. طب ازاي الكلام ده؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي لما بتفتح برنامج انستجرام وتبدا تسكرول وتطلع اكتر كمان، خليني اقول لك على المفاجاه ان مفيش نهايه للفور يو بيج بتاعتك، يعني مهما تطلع مفيش نهايه. وهنا بقى بتبدا الخوارزميات تتبعك، متراقب يعني، بتبدا تشوف انت وقفت على الصوره دي كام ثانيه، طب عملت هنا كومنت ولا ما عملتش كومنت، عملت لايك على الفيديو ده ولا ما عملتش، طيب كومنت او شير، شفت مثلا فيديو لفلان بيعمل مقلب في فلان. كل دي داتا بيجمعها عنك، اي اكشن او تفاعل منك بيكون متسجل، وبعد كده بيحلل كل الداتا اللي جمعها عنك. مفيش خصوصية يا جدع. ايه الناتج بقى من الكلام ده؟ من خلال الداتا دي قدر يجمع عن شخصيتك معلومات، زي مثلا اهتماماتك، ايه الكونتنت اللي بتتابعه وبتحب دايما تتفرج عليه، وايه برضو الكونتنت اللي مش بتتابعه. كل ده وانت بتسكرول، في خلال ثواني بيبدأ يعرض لك المحتوى اللي بتحبه علشان تفضل فترات او وقت اطول على السوشيال ميديا،
او على المنصه اللي انت بتستخدمها، زي الفيسبوك او انستجرام ايا كان هي ايه، كلهم تقريبا بيشتغلوا بنفس العمليه او بنفس الطريقه. وهوب ساعه في 2 في 5 وقتك بيضيع وانت مش واخد بالك. اوعى تفتكر ان كده خلاص، تعالى بس، ده احنا لسه بنبدا. احنا كمان هنسيطر عليك وانت اوفلاين. انت قاعد مثلا بتشتغل او بتذاكر او بتعمل اي حاجه ايا كان هي ايه، ولكن بعيد عن النت او عن السوشيال ميديا والواقع الافتراضي ده، فجاه وبدون اي مقدمات جالك اشعار بان طارق نزل ستوري على انستجرام، خالد نزل بوست على فيسبوك، جالك اشعار من تيك توك بان فلان دعاك انك تتفرج على اللايف بتاعه، هو اصلا لا دعاك ولا عمل اي حاجه، هو اصلا ما يعرفكش. بيستغفلونا يا جدع. طبعا انت بتسيب اللي وراك وبتدخل تشوف ايه الكلام. هنا يبدا اللعب على المشاعر. تلاقي ان شكل الستوري عليه دايره منوره كده وشكلها مستفز قوي، تقول انا هدخل اشوف الستوري ده علشان الدايره المنوره دي تختفي. حلو، تبدا تقلب ستوري في ريل في بوست، دخلت نفس الدوامه تاني وفيها ساعتين كمان. عارف كل اللي حصل ده مقصود. شكل الدايره اللي متصممه على الستوريز متصممه اصلا علشان تستفزك وتدخل تتفرج. حتى الواتس مؤخرا بقى نفس الكلام، علشان عاوزينك تفضل اطول وقت ممكن. انت تلقائيا اول ما بتصحى من النوم اول حاجه بتعملها خالص في روتينك كده بتمسك الموبايل. يعني ده روتين اساسي في يومك، لدرجه ان ببقى رايح اصلي الاقي الناس فاتحه سوشيال ميديا في الجامع. انت متخيل؟ ركز معايا بقى في الكلام اللي جاي ده. ايه الاضرار اللي بتحصل لدماغك؟ رقم 1 التشتت. ده بيحصل بسبب عقلية اسمها عقلية القرد، عقلية القرد. انت الوقت لما بتشوف اي صورة ما بتكملش 3 ثواني. ايوه ايه المشكلة؟ مش فاهم. ما هو تكرار الحوار ده مع الصورة مع البوست مع الريلز مع الكومنت بشكل متكرر بيكون عندك العقلية دي. ابسطها لك، يعني تبقى بتتفرج على صورة يجيلك مسج فتسيب الصورة وتروح على المسج، يجي لك نوتيفيكيشن فتسيب الشات خالص وتروح على النوتيفيكيشن، تلاقي حد نزل ريل تروح على طول تتفرج على الريل، نفس الوقت تلاقي حد عمل لك كومنت على انستجرام تروح ترد عليه على انستجرام، تلاقي فيه مسج تانية جات لك على واتساب، وتفضل تطلع من منصة تدخل على التانية على التالتة على الرابعة. ما تزعلش مني، المنصات بتتحكم فينا زي الشطرنج، ما بتبقاش عارف تركز في حاجة واحدة كل ده وعقلك شغال بيفرق وبيخليك مشتت دايما. لو تلاحظ كده، لو انت قدامك بوست طويل مش هتقدر انك تقرأه للآخر لانك مستعجل وعايز تشوف ايه اللي بعده، حتى لو البوست ده مفيد فعلا وشدك، يعني ممكن تقرأ نصه بالعافية، بقيت عاوز دوبامين اكتر وده اللي بيخليك مشتت. نيجي على رقم 2 وهي التركيز. بقيت مش عارف تركز وتدي الحاجة اللي بتشتغل فيها حقها من الوقت. مثال على كده، لو بتتعلم مهارة معينة او بتاخد كورس مثلا، فتلاقيك بعد ما تخلص نص المحاضرة في الكورس مش عارف تركز في بقية الفيديو، ما بتبقاش قادر تكمل، عاوز تقلب وتشوف جديد. نيجي على رقم 3 وهي الملل. مثال، بتكون عادة جديدة زي القراءة بتبقى حاسس بملل رهيب، وده بالمناسبة بيحصل معايا حاليا دلوقتي، حتى لو الكتاب شدك ومفيد فعلا بس الدوبامين عندك متعود على المثيرات السهلة. رقم 4 الاكتئاب وجلد الذات، علشان دايما بتشوف نجاحات معظمها مزيفة على كل منصة انت بتدخلها او بتستخدمها. وخليني اقول لك على الحقيقة يا صاحبي، مفيش حد بيحكي الحقيقة كاملة، كل واحد فينا عنده مميزات وعنده عيوب، ولو فعلا الشخص اللي انت شفته ده ناجح فاكيد مر بمراحل يمكن اسوأ من اللي عندك انت حاليا دلوقتي. فانت كده بتبدا تقارن على الناتج الاخير وتقول هي كل دي قصص نجاحات وللدرجه دي انا فاشل ما حققتش اي انجاز في حياتي، وتبدا تلوم وتجلد في نفسك. انت عارف بقى الصدمه الكبيره هنا ايه بالظبط؟ يمكن تكون اثرت عليا شويه في الاول، ولكن انك لما تقفل سوشيال ميديا وتبعد محدش هيعبرك، محدش هيلاحظ اصلا انك مختفي. ولكن نجمد كده في ايه؟ احنا رجاله، احنا ما يفرقش معانا الكلام ده يا صديقي، احنا عايزين نركز في شغلنا، وده السبب اللي بيخلينا نقفل سوشيال ميديا اصلا. طيب بما ان بقى محدش اصلا معبرك، ليه انت مهتم تعرف اخبار وتفاصيل الناس؟ ليه مهتم تعرف الاخبار الجديده كل يوم؟ ليه تدخل عقلك حاجات ملهاش علاقه اصلا بحياتك، مش هتفيدك اصلا؟ مفيش حاجه تستاهل اصلا انك تضيع وقت من عمرك على المنصات دي، وحتى لو في حاجه مهمه هتعرفها والله باي طريقه تانية، علشان دي كلها سموم في دماغنا. فتعالى بقى اقولك ازاي تتخلص من السموم دي. مبدئيا كده خلينا نتفق اتفاق، لازم تحترم وتقدر قيمة وقتك.
ويكون عندك عزيمة وعارف كويس ان وقتك ده ممكن تستغله بحاجات جديدة ومفيدة لحياتك. وهقول لك عملت كده ازاي كمان شوية. اول خطوة مش هقول لك امسح السوشيال ميديا خالص والكلام ده، انا استخدمت طريقة مختلفة شوية وده بحكم شغلي وهقول لك الوقت، لكن هحكي لك تجربتي وانت تقرر هل فعلا مستعد تاخد الخطوة دي ولا لا. بص يا سيدي، اولا انا ما مسحتش السوشيال ميديا نهائي، لان تقريبا في 80% من شغلي موجود عليه على السوشيال ميديا يعني. ولكن عملت حاجه مهمه، دخلت على السيتنج على الموبايل وحددت 10 دقائق في اليوم لكل منصه او لكل ابلكيشن. وبعد ما بتستخدم ال10 دقائق الابلكيشن بيقفل تماما، بيديك انذار كده بيقول لك انت استخدمت ال10 دقائق بتوع النهارده. بعد ما بتستخدم ال10 دقائق البرنامج بيقفل اوتوماتيك وبيديك اشعار ان ال10 دقائق بتوع النهارده خلصوا خلاص. فعلشان تفتح التطبيق ده تاني فهتستنى لبكره او لتاني يوم علشان تفتح ال10 دقائق اللي انت محددهم في يومك، على حسب بقى استخدامك. انت عايز 5 دقايق يكفوك، 10 دقايق، ربع ساعه، لكن طبعا ما تسيبوش ساعتين وتقول لي بحدد السوشيال ميديا. ده على حسب استخدامك انت او على حسب شغلك. لو انت مثلا بتشتغل زي حالاتي على السوشيال ميديا فانت اكيد هتحتاج وقت، فحدد الوقت الكافي اللي هيفيدك في شغلك فقط. الطريقه دي بتخليك ما تدخلش على السوشيال ميديا غير للحاجات المهمه بس، زي مثلا انك ترد على رسائل خاصه بالشغل او ترد على العملاء او الكلام ده، حاجه خاصه بشغلك يعني. تاني خطوه قفلت الاشعارات تماما، مفيش اي اشعارات بتجيلك وانت بتذاكر او بتشتغل او بتعمل اي حاجه، فعلا بتركز في شغلك. مفيش حاجه بتعطلك، تقريبا مفيش حاجه بتعطلني في شغلي غير لما حد بينده عليا او الموبايل بيجي عليه نوتيفيكيشن. الطريقه دي برضو بتعملها من على السيتنج على الموبايل. ثالث خطوه عملت انفولو لكل الجروبات او الصفحات اللي مش هتفيدني. ما سبتش عندي بس غير الجروبات اللي هتفيدني في شغلي او الخاصه بالشغل، جروبات مثلا لمصممين الجرافيك عن التكنولوجيا عموما، حاجات تفيدني في شغلي. غير كده امسح. رابع خطوه ودي الاهم، ابعد الموبايل عنك، عينه في اي مكان تاني غير اللي انت قاعد فيه. طبعا الكلام ده للناس اللي زي حالاتي كده اللي قاعدين في الاوضه شغالين فريلانسر ما بيتحركوش من مكانهم، او انت قاعد بتذاكر مش بتتحرك من مكانك، فلازم تبعد الموبايل عنك. هو مش لازم يعني ولكن دي طريقه من الطرق. نيجي بقى على النتيجه. خليني صريح معاك واقول لك ان اول يوم واثنين وثلاثه ما كنتش طايق نفسي خالص، عايز امسك الموبايل باي طريقه. كمان ما كنتش عارف انجز التاسكات او المهام اليوميه بسبب ان في حاجه عقلي متعود عليها ولكن مش موجوده، مش متعود على السيستم الجديد ده. ولكن احنا اتفقنا من الاول ان احنا هنكون قد التحدي ده، ولكن طبعا الوضع لم يبقى كما هو عليه، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي الصراحه. بعد اول 5 ايام او اسبوع كده بدات اصحى من النوم، بدل ما بمسك الموبايل وافتح سوشيال ميديا على الريق كده، لا بقيت بشوف حياتي وابدا اشتغل. يمكن تكون دلوقتي بتضحك على كلامي او متخيل ان انا بافور، لكن الصراحه الواقع غير كده. انا فعلا كنت مغيب، كنت اصحى من النوم ماسك الموبايل، ما اعرفش اعمل اي حاجه خالص، افضل قاعد في بدايه يومي كده فتره طويله ماسك الموبايل وقاعد بسكرول على السوشيال ميديا بلا هدف. تركيز بدا يزيد والتشتت بدا يقل، مزاجي بدأ يتحسن، دماغي فضت من اخبار واحداث ملهاش اي 30 لازمه، واللي كنت بحارب عليه علشان اوصل له وصلت له بالفعل، اللي هو الوقت زياده. عندي وقت فاضي اقدر ان اطور فيه من شغلي او اتعلم مهاره جديده. وعلشان اتشجع اكتر في الاول كده ويفضل الحماس مستمر عندي لحد وقت تصوير الفيديو ده، بدات اول حاجه خالص بكورس نوشن للباشمهندس احمد ابو زيد صاحب قناه دروس اونلاين، طبعا كلنا نعرف، وحابب اشكره جدا الصراحه لانه هو السبب في اني اوصل لمرحله النضج اللي انا فيها الوقت دي. لو بتشوفني يا باشمهندس احمد فشكرا ليك جدا بجد. لو ما تعرفش نوشن فهو عباره عن اداه بتقدر من خلالها تنظم يومك، تدون يومياتك وتاسكاتك اللي هتخلصها النهارده، وكمان اهدافك اللي عاوز تحققها السنه دي. وبدات بالكورس ده تحديدا علشان عاوز اعرف اغير من نمط حياتي عموما واعرف انظم وقتي بعد كده، فنوشن ده كان مساعدني الصراحه في الموضوع. وفي وقت تصوير الفيديو ده بقالي اكتر من 50 يوم منقطع تماما عن السوشيال ميديا، ومكمل على كده ان شاء الله. مفيش غير 10 دقايق اللي بفتحهم علشان ارد على العملاء، يعني ما بلحقش اصلا ابص على الاخبار ولا اي كلام من ده خالص، وان شاء الله مكمل على كده. وعلى فكره من فتره كنت قفلت فيسبوك نهائي ومسحته من عنده خالص مده شهرين، ولكن التجربه ما كانتش افضل حاجه. هي كانت بتوفر لي جزء من الوقت ولكن ما كانتش الافضل، لان بعد ما قفلت فيسبوك
كنت فاتح بقيه المنصات التانية، فشويه كنت اوفر وقت وشويه كنت اضيع وقت اكتر على منصات تانية، على انستجرام مثلا او اي منصه تانية عموما. وللاسف لما رجعت تاني لقيت كميه رسائل من عملاء وشغل فايتني كتير، ولكن حصل خير. وبقالي فتره كبيره بحضر في الفيديو ده، وتحضيره ما كانش سهل الصراحه. يعني طول ال50 يوم اللي فاتوا دول بحضر في الفيديو، كانت تجربه باخدها علشان اعرف انا وصلت لايه، والحمد لله بصور الفيديو ده دلوقتي. لكن كنت حقيقي مستمتع باني بشتغل على فيديو زي ده، لانه فرق معايا بشكل كبير، واتمنى انه يفرق معاكم كمان. واخيرا يا صديقي وصلنا لاخر الفيديو. بس كده يا صديقي، واشكرك جدا انك فضلت معايا لاخر الفيديو واستحملت رغي الكتير ده. وهسيب لك في الكومنت برنامج هيساعدك انك تقفل السوشيال ميديا او تحدد وقت معين للسوشيال ميديا، لان في موبايلات ما بيبقاش عليها الليميت او التحديد الوقت على السوشيال ميديا. هسيب لك البرنامج في الديسكربشن او في اول كومنت. لو عندك اي اضافه خاصه بموضوعنا يا ريت تشاركنا بيها في الكومنتات. خلاص بعد ما خلصنا الفيديو ما تنساش تظبطني بقى لايكات كتير وسبسكرايب علشان احبك، وسلام.